في البداية لابد أن نشكر السيد رئيس جماعة مولاي عبد الله السيد مولاي مهدي الفاطمي عن قبول دعوته لإجراء هذا الحوار الذي يندرج في إطار رغبة هذا المنظر الإعلامي في الانفتاح على المؤسسات الجماعية المنتخبة، ومنها بطبيعة الحال جماعة مولاي عبد الله التي تعتبر من أهم الجماعات الترابية على صعيد الإقليم الجديدة نظرا لموقعها استراتيجي وتوفرها على مركب صناعي يعتبر من أهم المركبات الصناعية على الصعيد الوطني. أول سؤال نطرحه على السيد الرئيس هو: من هو مولاي مهدي الفاطمي؟ شكرا. يعني ورقة تعريفية نريد أن نقدمها للسادة المشاهدين. شكرا سي العبسودي، وشكرا لجديدة نيوز اللي استضافتني في وهذه أول استضافة لي مع الإعلام، وباش نوضح وجهة النظر ديالي ووجهة النظر ديال المجلس الجماعي للمواطنين اللي كنرحب بهم من المنبر ديالكم. الفاطمي من مواليد 1972 مدينة الرباط، درست تماكين حتى السن ديال 10 سنين، والتحقت بالثانويه العسكريه الملكيه الاولى اللي خديت فيها البكالوريا ديالي. من بعد درت واحد الدراسه ديال الصيدله. من بعد الصيدله كانت عندي جوج حوايج: اما نستقر في الرباط ولا نستقر في الجديده. انا كنت مولوع مدينه الجديده، كنت تقريبا كل سبت وحد كنجي ندوز العطله ديالي هنايا. فاستقرت في مدينه الجديده بالضبط سيدي بوزيد في 2000، وجاتني حبتني الفكره ديال انني نترشح في الانتخابات. ترشحت في 2003 في مولاي عبد الله، فزت بالمقعد كمستشار، كنت نائب الرئيس. دازت واحد الفتره ولكن صراحه اللي الحمد لله اكتشفت فيها بزاف د الحوايج. من بعد ترشحت في الانتخابات عاوتاني ديال هاد السنه هذه اللي فزت فيها كذلك باللائحه ب7 المقاعد، والحمد لله جاب الله تيسير انني وصلت للرئاسه. اذن هذه هي النبذه. من بعد بزاف ديال الاعمال الاجتماعيه اللي كنت كنقوم بها، على اثرها كنت رئيس الجمعيه ولا زلت رئيس الجمعيه الاقليميه للشؤون الاجتماعيه، نائب رئيس ديال الفرس ديال كلوب ديكيتاسيون هنايا ديال الجديده. كنت سيرت في الدفاع الحسني الجديدي، كنت امين المال لمده ديال واحد 8 سنين. اذا كان بعض التراكمات الاجتماعيه. سي فاطمي، حينما فزتم في الانتخابات الجماعيه ديال 4 شتنبر 2015، هل كنتم ترغبون في التنافس على كرسي الرئاسه، ام ان الرئاسه هي التي هي اللي صادفتكم؟ لا، هو من صراحه هو كل وكيل لائحه كيترشح الا وكيكون عنده الطموح باش تكون لائحته تفوز بالرئاسه. لان صراحه الرئاسه كتحل لك بزاف ديال الافاق انك باش كتكون دير البرامج ديالك اللي وعدتي بها الناس. فلذا كان عندنا طموح من البدايه، وحتى التنسيقات كانت تقريبا من البدايه غادا في اتجاه اننا واحد 4 لوائح ولا 3 لوائح ننسقوا بعضياتنا باش اللائحه ربما اللي غتجيب اكثر عدد من الاصوات هي اللي غتكون فيها الرئاسه. وكنا خدينا على العهد ديالنا باننا اللائحه اللي غتجيب اكبر عدد ديال الاصوات هي اللي غدير الرئاسه. ولكن هادشي ما كيمنعش باننا غادي نجلسوا وربما نحطوا الشخص المناسب في المكان المناسب. والحمد لله ملي جلسنا مع الاخوان اللي فازوا كاملين المستشارين هذا انهم اقترحوني انا باش نكون رئيس، وكنشكرهم بزاف على الثقه. صراحه كنشكرهم بزاف على الثقه اللي وضعوا فيا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انني ما نخيبش الظن ديالهم. التحالف الذي اشرتم اليه في جوابكم اللي بموجبه تم انتخابكم رئيسا لجماعه مولاي عبد الله، كيفاش كتردوا على بعض الاقوال التي تقول بان التحالف تم باعاز من بعض الجهات خارجه عن المجلس، واصابع الاتهام هنا تشير الى الرئيس السابق؟ شنو رايكم في هذا؟ لا، صراحه التحالف كان دار قبل ما كان الرئيس السابق صراحه ما كانش عنده شي دخل فيه. ولكن انا ما كنقولش بان الرئيس السابق صافي بانه صافي حيد من الولايه. راه كل واحد داز واحد الولايه الا وكيبقى عنده واحد
انه كيبقى ديما يسول على المجلس ويعرف المجلس فين واصل، وربما يتدخل باش يحل بعض المشاكل، لان هذه المجالس لا سيما في البدايه ديالها. فالسي حسن يشكر جزاه الله بخير، قام بعمل جيد، ولكن انا ما كنظنش بان كان، بالعكس كنا حنا جلسنا بعضياتنا في الاخير فعلا هو فرح ملي هذا التحالف هذا تكون. علاش؟ لانه حتى هو ارتأى فينا الشخص المناسب في المكان المناسب كما كيقول لي ديما، وكنشكرو، والحمد لله راه حنا باقيين مع الاتصال، وكان ديما حنا مع الاتصال، ولكن ما عندنا ادنى مشكل بيناتنا. حينما تحملتم المسؤوليه ديال تدبير الشأن المحلي بهذه الجماعه، شنو هي طبيعه الاكراهات او المشاكل التي اعترضت عملكم في بدايه الولايه الانتدابيه؟ هو كل شخص كيجي لواحد المسؤوليه جديده الا وكتواجهوا اكراهات، هذه صراحه. المجلس باقي عندنا فاتي، كاين ناس جداد يلاه جاو كيسيروا، ما غاديش نقول لك بان حنا ما كاينش مشاكل، كاين شويه المشاكل الحمد لله حنا غاديين كنتغلبوا عليها. كاين مشاكل حتى هما من جهه بعض الموظفين، لان حتى انا في اول جلسه ديالي اللي جلست مع الموظفين كنت معهم صالح، قلت لهم كل واحد عنده طريقه السير ديالو، كل واحد عنده التوجه ديالو، وكل مجلس كيجي وعنده الافكار ديالو. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكونوا استوعبوا الكلام ديالي، ولكن الحمد لله بدات كتبان بوادر ديال الخير، بداو، حيت ماشي من السهل انك تجي باش يتاقلم معاك لا الاعضاء ولا الموظفين في الطريقه ديال التسيير ديالك، ولكن الحمد لله الناس بدات كتفهم، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش هذه المده الانتقاليه ما تدومش بزاف. دابا يلاه هذه واحد 4 شهور، بدات كتبان شي بوادر كما قلت لك مزيانه، ونتمنى من الله ان غادي تكون الامور ان شاء الله في المستقبل تكون مزيانه ان شاء الله. مؤخرا لاحظ متتبع الشأن ديال جماعه مولاي عبد الله شروع الجماعه في اخراج عده مشاريع الى حيز الوجود. السؤال اللي كيطرحه المستتبع هو هل هذه المشاريع كانت مبرمجه مع الرئيس السابق يشكر على شيء، ام وانتم بديتوا كتخرجوا على حيز الوجود، ام انها مبرمجه في العهد ديالكم سي الرئيس؟ انا ديما كنقول هذا السؤال هذا اللي كيطرح في عهد ديال هذا وفي عهد ديال هذه مجالس، وكاينه استمراريه الاداره واستمراريه المجلس. السي حسن يشكر جزاه الله بخير عمل، غادي نجي انا غنعمل، وغادي يجي واحد اخر كيعمل. حنا معمر المجلس راه كيكون في الشخص راه هي الاداه بيد المجلس، اما المجلس راه فيه موظفين، فيه اعضاء، فيه هذا الشيء. علاش كنقول انايا الحمد لله دارت واحد الخدمه، الدراسات والبرمجه دارت في المجلس السابق، التنفيذ ولي زورد دو سيرفيس وهذه داروا في هذا المجلس هذا الحالي. اذا هذه عمل مشترك، عمل كيدخل فيه المجلس السابق والمجلس الحالي. المجلس السابق برمج، المجلس الحالي كينفذ. اذا ما يمكنش لنا نقولوا حنا كنهضروا على جماعه مولاي عبد الله، ما عمرنا خصنا نربطوا الجماعه بالاشخاص. فعلا كتمر واحد الفتره ديال واحد السيد اللي كيجي كيدير واحد المجهود، كما قلت لك المجلس السابق قام بواحد المجهود، والمجلس الحالي كنتمنوا من الله ان المجهود يكون اكثر، ولكن كتبقى جماعه مولاي عبد الله. هذه مشاريع ديال جماعه مولاي عبد الله، فهمتيني؟ مشاريع مهمه، مبالغ كبيره، شوارع كبرى ستفتح. الى شوف سيدي بوزيد في مولاي عبد الله مركز ولاد الغضبان، هو راه بقى سميتو مركز ولاد الغضبان لان التسميه الجديده يلاه دوزناها في المجلس ولا سميتو مركز الفرح. اذا كاين بزاف ديال الامور ان شاء الله اللي غتعود بالنفع للسكينه ان شاء الله ديال الجماعه. المشاريع اللي شفتوا لها سيد الرئيس كنلاحظوا بشكل ملحوظ التركيز ديالكم على جماعات، على مركز او شاطئ سيدي بوزيد. كيفاش كتفسروا هذا التركيز؟ هل ان هناك رغبه في اعاده تاهيل هذا الموقع الشاطئي الجميل، ام اي اطار يمكن توضعوا هذا التركيز على هذا الموقع؟ هي سمحتي لي انا نعاود نرجع، ما كاينش التركيز على سيدي بوزيد بالضبط. الا جيتي تشوف دابا راه بدينا في واحد 4 ولا 5 شوارع كبرى في مولاي عبد الله. مركز الفرح كما قلت لك راه حنا كنعيدوا لاعاده الهيكله ديالو كامله. كاين عاوتاني عندنا دواور اخرين اللي حنا خدامين فيهم في الماء وفي الضوء وفي الكلاراج بيبليك، ولكن سيدي بوزيد خدا بواحد العنايه. علاش؟ حنا عطينا واحد الشاره سميناها انطلاقه ديال سيدي بوزيد من جديد. بغينا نردوا ديك الحله ديال الشاطئ سيدي بوزيد. ربما كان واحد شويه ديال ما حنا ما نسميوش اهمال ولا هذا، لا بالعكس
هذا، ولكن كان واحد شويه ديال ان بتي ليسي ايرلي فهمتيني اللي ولات شي حويجات ماشي هي ديك في البحر. الناس كانوا كيتشكاو الشوارع ديالو ولا هذه ديالو كانت، ولكن الحمد لله دابا راكم شفتوا راه كيدار واحد لا المجلس السابق شارع تيد راه دار في المجلس السابق، ولا الدراسات والبرمجه اللي كانت دار في المجلس السابق، والتنفيذ حنا خدامين فيه باش يكون ان شاء الله نردوا لسيدي بوزيد ديك المكانه ديالو اللي كانت على الصعيد الوطني، كان من احسن الشواطئ على الصعيد المغربي. دابا ان شاء الله هذه السنه هذه بغينا نكثفوا المجهود ديالنا باش نحصلوا على اللواء الاصغر. مولاي مهدي فاطمي، إذا كان هذا الحديث على سيدي بوزيد، الجديدة نيوز كتوصل بالعديد من التعليقات والعديد من المراسلات والعديد من الميساجات حول ما مصير هذوك التجمعات السكنية ولا دوك البنايات العشوائية ولا الدواوير العشوائية، يعني من هذا التصميم ديال التهيئة ولا هذه التهيئة ديال الجماعة ديال مولاي عبد الله، واش عندهم تما شي نصيب في هذا الشيء كامل ولا والو؟ بالنسبه للدواوير المجاوره والمحاذيه لا سانتور ديال الجديده، كان عندك مثلا تيكني، عندك المنادله، العتامنه، عدد ديال الدواوير المحاذيه حيت هي اللي عندنا فيها كنسميو كاين فيها البناء العشوائي كثير. بالنسبه لهاد الدواوير برمجنا ان شاء الله واحد الاعتماد مالي من اجل الدراسه ديال اعاده الهيكله ديال هاد الدواوير، وان شاء الله ملي غادي نشوفوا تقريبا الغلاف المالي غنحاولوا ندخلوا في شراكه، غنحاولوا نقلبوا على الشراكه، لان الغلاف المالي اللي ديال الجماعه ما يمكنش لينا يسمح لنا باش نديروا واحد المجهود كبير لاعاده هيكله الدواوير. غادي نشوفوا دي بارتنير ان شاء الله من وزاره الداخليه ووزاره التسكن والتعمير، نشوفوا مع المبادره الوطنيه. المهم كاين واحد التصور باش ان شاء الله هاد الدواوير نهيكلوهم ان شاء الله.